السلام عليكم، كيف دايرين؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير واموركم كامله مزيانه. مرحبا بكم معايا مره اخرى في قضيه وقصه جديده. القضيه ديال اليوم كلها معاناه بسبب الظروف القاسيه اللي كيعيشوها هاد الناس. غادي تحول حياتهم لجحيم وغادي نعرفوا فيها بحق الوالدين، خصوصا الام، حيت هما السبب باش اننا نجيو لهاد الدنيا، فكيستحقوا منا الاحترام والاحسان ونحسنوا المعامله ديالنا معهم. إلا عصيناهم كتكون العواقب وخيمة علينا، وفين ما حطينا يدينا ما كتوصلش لينا البركة وما كتصدق لينا حتى حاجة. هاد القضية فعلا مؤثرة. بلا ما نحرق لكم المراحل نمشيو نشوفوا تفاصيل قضيتنا اليوم. القضية ديال اليوم قضية مغربية، واللي مشى ضحيتها واحد الشاب في عمره 38 سنة. فشكون صفاها ليه بديك الطريقة وعلاش دار بحال هكا؟ كاع هاد الاسئله غادي نجاوبوا عليها في قضيتنا اليوم. الاحداث ديال اليوم غادي تمشي بينا لسنه 2007 وبالضبط لمدينه اسفي، وغادي نتعرفوا فيها على واحد العائله اللي متكونه من جوج ديال الاشخاص. الام اللي سميتها رقيه والولد ديالها اللي سميتو عدنان. رقيه من بعد ما توفى راجلها اللي كان خدام في واحد المنجم، خلاو ليها واحد البركه ديال الفلوس اللي كتشدها كل شهر، اللي كان واحد المبلغ قليل بزاف، وهذا المبلغ ما مكفيهاش باش تعيش هي ولدها وما كفيهاش في مصروف ديال الدار. اما بالنسبه للسكنه فخلى ليها راجلها واحد الدار اللي هي صغيره ساكنه فيها ما كاريه ما والو. عدنان في داك الوقت كانت في عمره 12 عام وباقي كيقرا. كان الحلم ديالها هي تشوفو خدام شي خدمه اللي تكون زوينه ويقرا ويتوظف، ومستعده تخدم عليه بالليل وبالنهار غير تشوفو فرحان. فشوف راجلها خلاها باقا صغيره وعندها يلا 31 سنه، والعائله ديالها كلهم كانوا كيقولوا لها تنوض تزوج، وفعلا خطبوها بزاف ديال الرجال، ولكن رقيه ما كانتش باغيه تسمح في ولدها وتجيب شي راجل عليه. فضلت تخدم على ولدها وتبقى حدها على انها تزوج، والزمان صعاب على رقيه. هادشي اللي غادي يخليها تقرر انها تخرج تخدم على ولدها وتكبرو. عولت رقيه على راسها وفعلا خرجت تخدم، ودبر ليها خوها اللي كان قريب منها ومن ولدها وكتشاور معاه في اي حاجه، دايره في مقام الاب ديالها، حيت من بعد ما توفى ليها الراجل بقات وحدانيه. فعلا خدمت رقيه في واحد المطعم كدير فيه الميناج وكتغسل الماعن وكتشقى فيه، حتى وصل عدنان لسن 14 عام. هنا غادي يتبدل عليها الولد اللي كان عندها امل كبير باللي غادي يكبر ويولي شي حاجه في المستقبل. عدنان غادي يولي يتمشى مع شي دراري في العمر ديالو اللي كيقراو في الاولى اعدادي، وفي هاد السن كتكون فتره المراهقه شويه قاصحه على الاباء. هاد الولاد اللي كانوا مبليين بالحشيش والقارو، وحتى عدنان ما خرجش من الجماعه وتبلا بحالهم، ولا عطيها غير الغيابات، ما بقى لا كيدخل يقرا لا كيمشي للمدرسه. فمنين كيسولوه في المدرسه علاش غيبتي ديما كيعطي مبررات كاذبه. مره ماما مريضه، مره مشى عليا الحال وما فقتش، مره جدي مات، حتى قتل كاع جدودو. بقى عدنان على هاد الحاله العام كامل وهو في الدروبه كيدور مع صحابه، ورقيه كتقول راه ولدي كيقرا، وكتقاتل هي والزمان باش توفر ليه كاع داكشي اللي محتاج ليه. منين كترجع من الخدمه كتلقاه جالس وحاط حداه الكتوبه وكيمثل عليها انه كيقرا. خدت واحد الفكره غلطه على ولدها، وفين ما يسولوها في العائله ديما مكبره به وكتقول لهم ان ولدها كيقرا مزيان وغادي يولي عنده مستقبل زوين. حتى لواحد النهار غادي يجي عند اخوها وغادي يسولها على عدنان. هي غادي تقول ليه باللي مشى للمدرسه، لكن خوها غادي يعلمها باللي ولدها شافو جالس مع الدراري وكيكمي الحشيش في الزنقه. غير قال لها خوها هاد الهضره طاحت رقيه سخفات. الولد اللي كتعذب على ودو غادي يضيع ليها من بين يديها. فمنين فاقت رقيه حاول يهضر معها خوها وطلب منها تخليه هو يتكلف ويهضر معاه بينه وبين عدنان، وغيحاول ينصحو ويرد ليه عقله. داكشي اللي دار، دوا معاه وحاول يعطيه تفسيرات خاويه باللي الدراري هما اللي زيدوه لداكشي وهو مربي الى اخره. وعد خالو باللي هاد العام غادي يقرا وما غيعاودش يمشي مع دوك الدراري. فعلا داك العام كملوا عدنان ونجح بنقطه خايبه، وغير طلع للثانيه اعدادي الدري ما بقاش بغى يقرا وما معمرش راسو بها. كانت كل ليله غير كتجي من الخدمه كتدور مع عدنان. في الاول كان كيقنع بمبلغ صغير، لكن من بعد ولا كيطلب ليها في النهار تقريبا الصالير اللي هي كتصورو في النهار ديالها، وكتقيل كتضرب عليه تماره النهار وما طال في الجفاف من الصباح حتى الليل، وحتى حاجه ما بقات كتقدو.
حيت ولا الدري مبلي والنهار وما طال هو كيكمي. ويا ويلها شي نهار ما تعطيهش الفلوس، الجيران كاملين يسمعوا خواتو وغير غادي وكيهرس في الماعن. منين هضرات مع رقية باش يحاول عليها شويه حيت المصروف كتر عليها، كيقول ليها بلي هادوك فلوس باباه خلاهم ليهم بجوج وحتى هو عنده حقه فيهم، فولات كتعطيه كل نهار الفلوس. ورغم من هاد الشيء ديما كيجيب ليها صداع للدار ومكملها ومجملها بتلاف ديال الفلوس. اللي بان ليه كتعرفوا ماما كان كيمشي يسلف من عنده الفلوس وكيقول ليه حتى تجي ماما تعطيهم ليك. هادشي ما عرفته رقية حتى دا شويه ديال الوقت، والناس كتجي كتطلب فلوسها اللي ولدها خداهم من عندهم. وحتى من مول الحانوت اللي الام ديالو كتصارف معاه كان كيقيد اي حاجه خداها عدنان على حساب رقية. ولات غاديه وكتوصف الناس اللي جا عنده ولدها ما يعطيه حتى حاجه حيت غير كيكذب عليهم. فمنين شافت رقية ولدها ما بقى بغى لا يقرا لا يتهدن ويدير عقله، قالت لي غادي نقلب ليك على خدمه ولا تعلم لشي صنعه تلها فيها وتخليني حتى انا نشوف خدمتي وشغلي. لكن اي واحد هضرات معاه على الخدمه ديال ولدها كيقول ليها ولدك مازال صغير على الخدمه. ومن فوق هذا الشيء كامل كيكمي وهما ما يقدروش يخدموا معاهم واحد نبلي. كانت جمعت رقية شي بركه هزاتها ومشات دارت ليه واحد الكروسه في السويقه عمرتها ليه بالبيض ورغبت عليه الناس باش يعاونوه حتى يتعلم الصنعه والبيع والشراء. الشهر الاول كان مزيان كيبيع كيتعلم وكل نهار ورزقه. غير داز داك الشهر كلا فلوس الربح وزاد عليهم حتى فلوس راس المال وجا عندها للدار. لقاها يلاه رجعت من الخدمه عيانه، دخل عندها وهو ملوي عليه الفاصمات. منين سولاتو مالك قال لها بلي ناض شي صداع في السويقه بينه وبين شي واحد جاي يبيع عليه البيض وهو يضرب ليه البيض كامل فرشخوا ليه في الارض وحتى هو ناض كيضربوا وجمعوا الناس فارقوهم وعيطوا على البوليس اللي جاو داوهم. رقية ما دات ما جابس، المهم عندها هي صحة ولدها تبقى بخير وداك الفلوس ديال الكروسه والسلعه يخلفهم الله. بقى عدنان في الدار غير جالس داك السيمانه وهي تهضر عاوتاني مع خالو باش يقلب ليه على شي خدمه. وفعلا تكلف خالو ولقى ليه واحد الخدمه في واحد الكراج يبقى يهز الصنادق. نض عدنان الصباح بكري لبس حوايجو ومشى عند السيد اللي وصى عليه خالو. منين وصل قال ليه بلي داك الكاميو اللي تما غادي يمشي معاهم باش يشارجي السلعه وفي العشيه يرجع عنده باش يتخلص. فعلا خدم عدنان داك السيمانه معاهم وما عجباتوش الخدمه حيت فيها التكرفيس والفياق بكري وتماره، واللي شتها كان كيخسرها على البليه ديالو في النهار. الام ديالو منين شافتو بارد الكتاف وما باغيش يدفع حتى خدمه منعت عليه الفلوس وما بقات بغات تعطيه حتى ريال من فلوسها اللي كتضل تضرب عليهم تماره. وقالت ليه بلي الاب ديالك مات اللي تقدر تعول عليه بحالك بحالو، اما هي كتبقى مرا وكتافو كبر من كتافها. عدنان كان عصبي بزاف بحكم البليه ديالو وما كانش عزيز عليه اللي يبقى يهضر بزاف عليه وينصحو اولا اللي يفتي عليه شري. داكشي علاش خلاها كتهضر تما ومشى جلس مع صحابو وبقى كيفكر شنو يقدر يدير ومنين غادي يجيب الفلوس ديال البليه. مشى خدا واحد البواطه ديال السيراج وجلس في واحد القنت ديال الشارع وبدا كيسيري للناس بابطهم وبقى هكاك في ديك الخدمه حتى وصل ل 24 سنه. رقية كانت خدامه معها واحد السيده اللي كانت هي وياها بحال الخواتات كيتعاودوا كاع الاسرار ديالهم. راكم عارفين العيالات فاش كيديروا الراس على الراس. واحد النهار وهي تسولها داك السيده على عدنان فين وصل، قالت لها رقية بلي لحد الساعه راه داير عقلو شويه. نصحتها صاحبتها باش تنوض زوجو باش يجمع راسو ويدير ولادو. قالت لها رقية بلي هي خايفه غير تزوجو وتولي عندها في عود خطيه يوليو عندها جوج ديال الخطيات ولا ثلاثه في الدار وتوحل في ولادو ومرتو ومصروفهم. وحتى الا زوجاتو شكون هاد بنت الناس اللي غادي تقبل عليه وهو بداك الحاله لا خدمه كاين الناس لا عقل مقاد. قالت ليها السيده بلي حتى هي عندها واحد البنت عصبيه شويه وراسها قاصح وفايت ليها تزوجات ودات العقد وطلقت قبل ما توصل عند راجلها غير بسبب هاد العصبيه اللي فيها. وحتى واحد من داك الوقت ما عاود خطبها حيت كيعتبروها مطلقه. وهذا الشيء علاش كيبان ليها باللي لا تزوجت بعدنان هما بجوج بهم كيف في العقليه يزوجوهم ويحاولوا معاهم باش يديروا عقلهم. قالت لي رقية باللي هاد الفكره عجبتها ولكن غادي تشاور بعدا مع اخوها هو الاول وترد عليها الخبر. فعلا رقية عيطات على اخوها وقالت لي بلي واحد صاحبتها راه نصحتها باش تزوج ولدها عدنان البنتها هي. خوها كان ضد الفكره حيت في نظره ان الولد مازال عقله صغير وما مرزنش وزيد على هذا الشيء مبلي وبلا خدمه.
خافها دير شي حاجه وتوحل هي فيها، ولكن الا شافت هاد المساله مزيانه تشاور مع الدري، وإلا كان قد المسؤوليه ديال الزواج علاش لا. خالو منين مشى هضر معاه لقى حتى هو على سبه، وكان باغي يهضر معاهم في هاد المساله ديال الزواج، وبقاو كينصحوا فيه باللي الزواج راه مسؤوليه، خاصو يدير عقلو ويخدم على دارو حيت امو كبرات وما غاديش تبقى دايما ليه. بقى عدنان كيعمر فيهم بالهضره والكلام وباللي غادي يتبدل وغادي يدير ويفعل ويترك. مشات رقيه عند صاحبتها وخطبات ليه البنت اللي سميتها كريمه، وهو من النهار الاول شرط عليها باش ما تخرج ما تدرج من الدار، وما عندوش هو مع داك الدوران في الزناقي. وحتى العائله ديالها شرط عليها حتى يكون معاها عادي يمشيو عندهم، وحتى من التليفون منعوا عليها. كريمه وافقت على الشروط ديالو وقالت ليه ما يكون غير خاطرك اللي بغيتيها نديرها. اتفقوا على الزواج وكل شيء غادي يشريوه للعروسه غادي يخرج من جيب رقيه. مشات وشرات كل شيء لمرات ولدها، دار واحد العرس بيناتهم وتجمعوا فيه غير الناس اللي قراب ليهم. فرشات ليهم رقيه بيت النعاس وداز الشهر الاول و7 ايام ديال الباكور سالات، والسيد ولا ظريف وتبدل على امه. كتقول كون غير عرفت هادشي غادي يوقع كون زوجتو شحال هادي. الشهر الثاني مرضات كريمه وداتها رقيه للطبيب اللي قال لهم بلي هي حامله. فرحوا كاملين، لا امها هي ولا امه هو. وفين ما تجي رقيه من الخدمه كتقول كريمه ما ديري والو حتى نجي انا من الخدمه ونشقى في الدار حتى تولدي بخير وعلى خير. اما عدنان رغبات عليه شي ناس عاود دخلوه يخدم في واحد الشركه غير 3 شهور وهو يخرج منها بحجه ان رمضان قريب وهو ما يقدرش يخدم في رمضان وهو صايم ومقطوع. قالت لي رقيه حتى انا كنخدم في رمضان وكنجي للدار وكنوجد الماكله ونجمع الدار وها انا بخير وما واقع ليا والو. عدنان وعدها انه غير يدوز رمضان غادي يرجع يخدم، واخا ما يقبلوش في داك الشركه غادي يعاود يقلب على شركه اخرى. داكشي اللي كان وصل رمضان والسيد كيقي الناعس في الدار، وإلا مشات حتى هضرات معاه كريمه كيهرس عليها الماعن وينوض يضربها. رقيه منين شافتو كيتكرفس على كريمه وهي حامله هضرات معاه وقالت ليه ما تعاوش تحط يديك على ديك بنت الناس اللي كتقيل طيب ليك وتحط ليك الماكله وهي حامله وانت ناعس النهار كامل ما كديرش يديك في شي حاجه. ولكن عدنان اللي فيه ما مهنيه بقى هكاك، فين ما تحت الطبله د الفطور يجلس ينقر عليهم على الماكله ويخرج لبرا يكمي ويدخل الدار كيبقى يضرب مراته ومن بعد كيخرج عند صحابو. هادشي اللي كيدير عندنا النهار كامل وهذا هو الروتين ديالو في رمضان. حتى دازت ديك السيمانه الاولى ديال رمضان طلبت منه كريمه يمشيو عند امها يدوزوا شي ايامات ويفطروا معاها ومن هاني تبدل الجو. لكن عدنان كان ضد الفكره حيت هو كيكمي وباغي شي بلاصه فين يلقى راحته. داكشي علاش من بعد ما رغباتو الام ديالو غادي يقول ليها نوصلك عند داركم ونبقى انا مع امي ودوزي انتي شي ايامات مع داركم ومن بعد نردك. فعلا مشات كريمه جلست مع امها واحد 4 ايام. النهار الرابع اتصل بماماها حيت هي ما كانش عندها التليفون وقالت ليه باللي كريمه خرجت مع بنت خالتها للسوق يتقداو شي حوايج ديال الولاده ديالها حيت عطاتها ماماها الفلوس. ومنين سمعها لبس حوايجو وقال لمو غادي نمشي نجيب مراتي. قالت لي رقيه خلي السيده حتى تفطر وعاد سير جيبها. ركب عدنان في واحد الموطور ومشى جابها من دارهم وجا فطر مع امو وغير سالا خرج كما ودخل شدها بدا كيضربها حتى زرقها كامله بالعصا. هادشي كامل غير حيت خرجت مع بنت خالتها وما علماتوش. ني شافت رقيه الولد ما بغاش يطلق منها وهي حامله خافت لا توقع شي كارثه عندها في الدار وخرجت كتغوت للجيران باش يجيو يفكوها منه. الجيران وصلوا فكوهم وعيطوا على والديها، غير جاو شافوا بنتهم في ديك الحاله اتصلوا بالاسعاف وداوها للسبيطار. غير شافها الطبيب هضر معاهم وسولهم شكون دار في البنت هاد الحاله. والديها قالوا ليه راجلها هو اللي تعدى عليها. طلب منهم يتصلوا بالبوليس حيت غادي يتكرفس عليها مره اخرى. داكشي اللي داروا اتصلوا بالبوليس وجاو داو عدنان وحتى رقيه ما عقلاتش على ولدها حيت عيات ما دير ليه في العقل وهاد المره كتقول خليه يتربى شويه. منين دخل عدنان للحبس بدا كيحلف كريمه وحتى فمو وكيقول لخالو في الزياره انه غير غادي يخرج غادي يندمهم. قال لها خوها باللي ولدك كيحلف حتى يدير فيكم شي حاجه ويصفيها لكم باش ترد البال هي وكريمه. الام ديالو ما داتهاش في الهضره ديال خوها، قالت راه غادي يخرج ما غيدير والو غير الولد معصب دابا عليهم وصافي. دازت شي ايامات وولدات كريمه وليد في دار امها ومشات رقيه باش تهضر معاها ترجع للدار عندها ودير لحفيدها السبوع.
ولكن كريمه بقات مصره انها ما غاديش ترجع لذاك الدار عند ولدها من بعد ما تكرفت عليها وزرقها بالعصا. ولكن رقيه بقات كترغبها وتزاوك فيها وكتقول ليها كان وعدك غير غادي يخرج هاد المره من الحبس ما غاديش يأذيك. مشات كريمه معاها وداروا السبوع في دارها. واحد النهار في العشيه حتى كيسمعوا الدقان في الباب. نط رقيه فتحت الباب لقات ولدها خرج من الحبس، سلمت عليه ودخل الدار. واول حاجه دارها هي سول على ولده، حيت كان خالو كيمشي يزورو في الحبس وكيعاود ليه شنو وقع. مشى شاف ولده في البيت وجلس كيتعشى، اما كريمه ما هضر معاها ما تكلم معاها نهائيا. المهم في دوك الايام السيد كيبقى ساهي وكيفكر. امه منين كتسولو فاش كتفكر كيقول ليها بلي هو يلا خارج من الحبس ومخربق في دماغه شويه. السيد ولا كيمشي للجامع وكيصلي وكيدعي مع امه. رقيه منين شافته تبدل ولات فرحانه، حتى لواحد النهار جا عندها وطلب منها انها تعطيه دوك الفلوس اللي جامعه ويشريو بها شي بيكوب صغيره ويبقى خدام فيه يهز الخضره والسلعه في السويقه. هي منين شافت ولدها تبدل وافقات وعيطات على خالو وقلب ليه على واحد البيكوب، وفعلا خداها وخدم فيها داك الشهر الاول. من بعد جا عند مول للدار وهو داير الغراس في يديه. منين سولات امه قال ليها بلي دار واحد الكسيده والبيكوب ما بقى فيها ما يتصلح. بقات امه كتفقس في راسها، فلوسها مشاو ليها وتقات بالسكر، وهو في الواقع ما كاين لا كسيده لا والو. مشى بعداك البيكوب وكلا فلوسها وطلب من صاحبه يضربوا ليديه باش يبان بصح دار كسيده. منين زيرات امه عليها قال ليها بعتها حيت كنت محتاج للفلوس. بقات امه في الدار مريضه لمده ديال 15 يوم وهي ما كتمشيش للخدمه. من بعد رجعت لخدمتها ومنين تخلصات جابت الفلوس ديال الشهر وحطاتهم في البلاكار كيف العاده. لغد ليه منين مشات لبيتها كتلقى فلوسها ما كاينينش في البلاكار. بقات كتغوت عليه وهو كيقول لها ان كريمه هي اللي هزتهم وهي عارفه ان البنت ما غتهزش ليها شي حاجه. في الليل منين مشاو هو وكريمه لبيتهم بقات كتهضر معاه وكتقول ليه هادشي اللي درتي في ماماك ماشي معقول، حشومه عليك تدي ليها رزقها وهي اللي كتصرف علينا وكتصرف حتى على ولدنا. السيد ناض عندها وبقى كيغوت عليها وكيضرب ليها راسها مع الحيط، والولد الصغير ديالهم كيشوف هادشي وكيغوت. جات مو عاود بقات كتفك فيهم وداتها للسبيطار. ومنين رجعوا للدار عدنا بقى كيرغب فيهم بجوج باش يسمحوا ليه حيت خاف لا يرجع عاود للحبس. ولكن مو قالت لي هاد المره انا اللي غادي نديكلاري بك برجلي، غادي نمشي عند البوليس حيت عييت صابره عليك وكنقول دابا تغير. هزات كريمه ولدها ومشات عند والديها ومشى عدنان داك الليله شرب مزيان وجا للدار ودخل على امو وهي ناعسه وشنق عليها وبقات كتغوت لربي اللي خلقها وهو كيقول ليها انت اللي خرجتي عليا وديتي ليا مراتي وولدي وبعتيهم عليا. بقات رقيه كتغوت واحد اللحظه وهو يرخ في يديه عليها وبقى كيهددها ترد ليه مراته وولدو للدار ولا غادي يصفيها ليها. غير طلق منها وهي تخرج من الدار كتجري. مشات للدار ديال نسابها وبقات كتعاود ليهم باللي ولدها حماق وبغى يقتلها. بقات ديك الايام في دار نسابها عند صاحبتها. واحد النهار حتى كيتفاجئوا بعدنا سكران وجا عندهم للدرب فين ساكنه عائله كريمه وبقى كيغوت وكيسب فيهم وكيعاير كريمه في شرفها. بقاو صابرين على وجه مو اللي عندهم في الدار وكانوا باغيين يعيطوا ليه على البوليس. لكن الاب ديال كريمه منين شافو عيق بزاف هز واحد الحديده وخرج لعنده. غير شافو عدنان بقى كيسب فيه. السيد ما رضاش يهضر خايب على بنته، هز داك الحديده وضرب بها عدنان للراس. ايا الناس ما يفيقوا فيه لكن السيد كان توفى. عيطوا على البوليس وجات الاسعاف. منين وصلوا البوليس لقاو السيد مقتول ومجبد في الارض ونسيبو جالس حداه وهز داك الحديده في يديه. داو نسيبو وعدنان داو الجثه ديالو لمستودع الاموات. منين وصل نسيبو للمركز اعترف ليهم بكل شيء وقال ان راجل بنته تكرفس على بنته بزاف وجا سكران وبقى كيعايرهم في الدرب. وهما ناس داخلين سوق راسهم عمر صداعهم سمعوا شي حد في الحومه وهو ما كانش ناوي يقتلو، غير بغى يضربو بديك الحديده باش يخاف ويمشي بحالو. وهذا الشيء اللي قال نسيبو حتى الام ديالو شهدات به وقالت انه حاول يقتلها حتى هي واحد النهار. لكن هذا الشيء قالته من بعد ما ولات شويه لاباس، حيت من ورا ما شافت ولدها في ديك الحاله ميت تصابت بشلل نصفي بالصدمه وداها الاخ ديالها تعيش معاه في دارو. اما كريمه هي وولدها بقاو مع عائلتها. الجيران ديال نسيبو حتى هما شهدوا ان عدنان هو اللي تهجم عليهم وان نسيبو راجل مزيان. من بعد الاعترافات ديال نسيب عدنان
نتأكدوا أنه هو اللي قتلو، وأن عدنان عنده سوابق وفايت ليه يدخل الحبس. قدم نسيب عدنان للعدالة والمحكمة حكمت عليه وراعات لظروف التخفيف وتحكم ب10 سنين ديال الحبس. هنا غادي نكونوا سالينا قصتنا اليوم. نشوفكم في قصة وقضية جديدة إن شاء الله. بسلام عليكم.